هنالك توقعات على أنه سوف يبقى هذا الحصار مستمرا خلال الفترة القريبة القادمة، وهنالك ضغوط تعمل الآن من أجل أن يكون هنالك جولة ثانية، تصريحات دولية تجمع جميعها على أن مضيق هرمز يمثل شريانا حيويا للاقتصاد العالمي، وأن تعطيل الملاحة فيه هو عمليا يشكل تهديدا مباشرا لإمدادات الطاقة في الأسواق العالمية جميعا. لذلك هنالك كان هنالك تصريحات من الحكومة الألمانية أنه على إيران اغتنام الفرصة وأن تذهب إلى الجولة الثانية من المفاوضات، وأن يكون هنالك اتفاق ما بينها وما بين الجانب الأمريكي. إضافة إلى ذلك كان هنالك تصريح للكرملين على أنه موسكو سوف تسعى إلى استقرار في أسعار الطاقة، وأنها سوف يكون لها إمدادات، وأنها من الممكن أن تكون كوسيط وتقترح حل الأزمة كحل وسطي ما بين الطرفين. هذا يعني على أن هنالك ضغوط من الغرب على إيران على أن يكون هنالك جولة ثانية، على أن يكون هنالك تقارب ما بين الطرفين، خاصة وأنه هنالك يبدو أن حلحلة ومضيق هرمز ليس مغلقا 100%. هنالك سفن تعبر، هنالك يبدو أن الجانب الإيراني أيضا بدأ بأخذ رسوم على العبور خلال الساعات الماضية أو خلال الأيام الماضية على سفن عبرت من المضيق. بالمقابل هنالك سفن تم إيقافها من الجانب الأمريكي، واليوم أظهرت القوات الأمريكية شريط فيديو لحافلة يقال أنها كانت على الموانئ الإيرانية وتنقل النفط الإيراني إلى شرق آسيا. هذا يعني على أن الطرف الثاني أيضا يقوم بإيقاف عدد من السفن الإيرانية ومنعها من التحرك، لكن هنالك سفن التي هي تتبع لدول غربية تدفع هنالك يبدو غرامات أو تدفع ضرائب على عبورها من المضيق، والجانب الأمريكي يسمح لها. هنالك حلحلة بسيطة في المضيق، هنالك محاولات أمريكية أن يبقى الحصار مستمرا وهو أن يكون خانقا في النهاية حتى يخضع الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يتعامل مع الموضوع على أنه موضوع بحسب سياسة الصبر، وأنه الصبر الاستراتيجي هو الحل الوحيد بالنسبة لهم، وأنهم من الممكن أن يأخذوا هذا المشروع وأن يصبروا لأشهر طويلة، وأنهم لن يتنازلوا، خاصة وأن التصريحات الإيرانية منذ بداية الأحداث وبداية الحرب حتى اليوم لم تتغير، رغم أن إيران فقدت عدد كبير من قيادات الصف الأول، إلا أن يبدو أن الصف الثاني لم يغير من التصريحات الإيرانية، وبقي الخطاب الإيراني واحدا، بالرغم من أن عدد الأهداف أو بنك الأهداف الذي كان كبيرا جدا في الداخل الإيراني، وهنالك أكثر من 13 ألف هدف استهدفوا داخل إيران، إلا أن وهذا يعني بحسب التقديرات الاقتصادية ضرر كبير في البنية التحتية الإيرانية إن كانت عسكريا أو مدنية. لكن يبقى الخطاب الإيراني واحد، يبقى الحل الوحيد هو ضمانات دولية تطلبها إيران اليوم. هنالك مطلب إيراني رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية حتى يستطيعوا الجلوس معا. إذا استجابت الولايات المتحدة، استجابت واشنطن للمطالب الإيرانية برفع الحصار، من الممكن التوصل أو الذهاب أبعد إلى ما هي الأزمات الداخلية، وهي مضيق هرمز، وأيضا السلاح النووي وكيفية معالجته، وأيضا الترسانة العسكرية من صواريخ باليستية وما شابه ذلك. لذلك يبقى أنه نعم. كل طرف يريد الطرف الآخر أن يخطو خطوة اتجاهه، وبانتظار من سيخطو أولا. شكرا لك أستاذ عاطف فرحات، كنت معنا من الجولان.